كنبدا نحكي لكم هاد القصة وكنقسم بالله ما عمري غنساها طول حياتي. هادشي وقع ليا واحد الليلة، كنت مسافر بوحدي، طريق طويلة بين جوج مدن، طريق غابة معروفة بالظلام ديالها والخوف. كانت تقريبا مع الوحدة ديال الليل، الدنيا خاوية، حتى الضوء ديال الطوموبيل ديالي كان كيبان ضعيف وسط داك الظلام. فرحنا بلايك واشتراك في القناة، نكملوا القصة ديالنا. طريق ما فيها حتى شي روح، لا طوموبيلات لا ناس، غير شجر وصوت الريح كيدوز بين الغصون بحال شي همسات. في الأول كنت عادي، كنسمع موسيقى باش ننسى الطريق، ولكن فجأة الموسيقى تقطعات بوحدها، سكت كل شي، بقات غير واحد الصمت ثقيل، صمت ماشي طبيعي. حاولت نشعل الراديو ما خدامش، قلت يمكن غير مشكل بسيط، ولكن من بعد لاحظت حاجة غريبة. الضوء ديال الطوموبيل بدا كيضعف ويرجع يقوى، بحال شي حاجة كتلعب به. دقات قلبي تزادوا، ولكن الحاجة اللي خلاتني نحس بالخطر الحقيقي هي ملي شفت شي واحد واقف بعيد في وسط الطريق، واقف ما كيتحركش، اللباس ديالو باين غريب، ما واضحش. قربت بشوية، كنت كنقول يمكن شي مسكين محتاج مساعدة، ولكن كل ما قربت حسيت بشي حاجة ما مريحة. داك الشخص كان واقف بطريقة ماشي طبيعية، راس ديالو محني شوية ويديه طايحين. وصلت قريب ليه، شديت الفرامل بشوية ونطلو بالضوء العالي، وتما بان الوجه ديالو. ما كانش عنده وجه طبيعي، العينين كبار سودة بلا بياض، والفم مفتوح بطريقة غريبة بحال إلا ماشي ديال بنادم. في ديك اللحظة تجمدت، ما قدرت لا نهضر لا نتحرك. وفجأة داك الشي بدا كيقرب، ولكن ماشي بالمشي، كان كينزلق فوق الأرض ببطء بلا صوت بلا حتى حركة ديال الرجلين. هنا حسيت بالهلاك، ضغطت البنزين بقوة وهربت. الطوموبيل كتزلق، الطريق زلقاء، أنا كنشوف في المراية. وكانت أكبر صدمة في حياتي، داك الشي كان مازال مورايا، كيجري بسرعة غير طبيعية. قرب بزاف، حتى وليت كنحس بيه حدا الطوموبيل. سمعت ضربة قوية فوق الكابو، شي حاجة طلعات فوق الطوموبيل، الزجاج الأمامي بدا كيتخدش بشحال من مرة. كنت غادي نموت بالخوف، كنغوت كنقول الله يحفظ الله يستر. زدت السرعة، ما بقيتش كنشوف الطريق مزيان، غير كنحاول نهرب. وفجأة كل شي سكت، الضرب توقف، الصوت اختفى. وقفت الطوموبيل بشوية، كنت كنترعش، مازال حي ولكن ما فاهم والو. نزلت بشوية، قلبي غادي يخرج. درت دورة على الطوموبيل، ما كاين حتى شي حاجة، لا خدوش لا آثار، بحال داك الشي ما كانش. ولكن مني ركبت باش نكمل الطريق، لقيت حاجة خلات الدم ديالي يجمد. في الكرسي ديال مورايا كان مطبوع آثار ديال يد كبير وغريب، وماشي ديال إنسان. من داك الليلة وأنا ما بقيتش كنمشي في داك الطريق، وحتى دابا إلا كنت بوحدي في الليل كنحس بشي حاجة كتراقبني، وكنسمع نفس داك الصوت، صوت الخدش فوق الزجاج. إلا عجبتك القصة وما بغيتيش يفوتك شي حاجة بحال هادي، دير لايك وكتب في الكومنتير نصدقك ولا ما نصدقكش، وخلي رأيك واش هاد الشي ممكن يكون حقيقي ولا غير شي حاجة أخرى. وما تنساش تشترك، حيت الجاي أخطر بزاف.